معنا اتصال من الأستاذ علياء من الإمارات. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك من الإمارات يا أستاذ علياء؟ نعم أسعد الله مساءكم. لدي رسالة للإخواني المصريين يعني صراحة. اتفضلي يا أستاذ علياء. يعني احنا أتمنى انهم ياخذون بهذه النصيحة يعني. اتفضلي. أقول لهم يعني حافظوا على مصر بالتعاون مع الجيش، كذلك مع الأمن. البلاد لا تقوى إلا بجيشها وأمنها. فكروا في رفعة بلدكم بالتعاون مع جيشكم وأمنكم، هذا هو الصحيح. تمام. لأن البلاد إذا تركتموها بهذه الطريقة سوف تخسرون الكثير، وهذا يفرح المتربصين بالعرب. يعني انتم يعني لا الواحد لا يريد الدول، لا يريدون الدول العربية ان تعيش في امان واستقرار. المفروض انتم لديكم مخ ولديكم جامعات ولديكم مدارس. اذا انتم تريدون التقدم التزموا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الاثم والعدوان. مصر في حاجة الى ان تنهضوا بها، لا ان تهدموها. وبعدين ان الانسان مهما كان لديه مخ ولديه عقل وحكمة يعني احنا لو فكرنا وقعدنا البلد مهما كانت الامن والجيش هو الركيزة وهو الاساس. طب أستاذ علياء، كيف تنظري إلى هذه المسيرات التي نتحدث عنها، وهي موضوع اليوم في قضية اليوم بالنسبة للمسيرات الطلابية التي تتحدث عن أو لها مطالب بعودة الشرعية وتندد بالانقلاب العسكري؟ طبعا هو مرسي لن يعود ثانية، لأن خلاص الجيش حمل الاصطدام ما بين الطوائف، وهذا يشكر عليه. وثانيا ان يعني مثلا الحين هم لو بفكروا بهالطريقه عمرها مصر مثلا، لكن بالحكمه وبالعقل سوف يصلون الا هم مطلباتهم. وبعدين ثانيا يعني رايك يا استاذ علياء الحلول الوسط هي انسب الحلول؟ يعني شوف، نخلي مثلا احنا ما نقول الجيش، نخليه نقول يحمينا والامن يحمينا، لكن ان نحن اذا بغينا مثلا رئيس غير الحين هم يقولون انقلاب، ليس هناك انقلاب. الجيش يالف يحمي البلد خارجا وداخلا يا اخوي. وهم اذا بغوا مثلا ما بغوا هم ان اي حد من الجيش ان يحكمهم، بامكانهم يعملوا انتخابات جديده ويختارون رئيس جديد، لكن يستحيل ان يرجع مرسي ثانيه. ليش؟ لان هم قبل هم اللي نفوا مرسي، مش حد ثاني، هم اللي نفوه وهم اللي الحين بشكرك يا استاذه علياء، شكرا جزيلا. استاذه علياء كانت اخر اتصال معنا هاتفي.